مؤقت بيخزن الحاجات اللي انت بتعمليها. يعني مثلا زي ما انا فاتح هنا كل ده متخزن في رامات، عشان لما اجي اخش على حاجه، يعني انا دوست هنا فتح لي ده على طول، دوست هنا فتح لي ده على طول، دوست هنا، هو حافظ انا واقف تمام. فين. تمام. نرجع واللي تحت بقى اللي على اليمين الاس اس دي والاتش دي دي الهارد درايف، هو ده ده بقى اللي بيتخزن فيه كل حاجه على طول. ده بقى اللي بيتخزن فيه اه، البرامج بتاعتي، الصور بتاعتي، الحاجه بتاعتي اللي على الجهاز. اسمه ايه؟ آه اسمه وحده تخزين الهارد درايف. في منه نوعين، اس اس تمام. دي واتش دي دي. انا وريتكم الصور بتاعتها صح؟ محمد عيد الحتة دي يا محمد عشان المايك قفل عندك. المايك قفل. يعني ده اللي مم. قلنا وحده التخزين هي الاس اس دي والاس اس دي، دول النوعين اللي موجودين. الصوت. قلنا في منهم لحد دلوقتي نوعين، اتش دي دي واس اس دي. الاس اس دي من قريب طلع، يعني في اس اس دي عادي اسمه ساتا اللي هو زي اللي انا وريته لكم. فين هو اس اس دي؟ الاس اس دي في البيت. هو ده يعتبر الاس اس دي العادي. ده ساتا، ده اهو مكتوب عليه ساتا اس اس دي. ده بيبقى ليه شايفين الحته دي اللي هي الحته دي اللي انا بعلم عليها دي، بيبقى ليه فيها مخرج من المذر بورد بتوصله بالاس اس دي يتوصل بيها على طول، يتوصل بيها، والحاجات اللي عليه تنزل على على الجهاز. ده برضه بيبقى ليه هنا دي الحته دي ثانيه، فين اللي انا معلم عليها دي برضه بيتوصل بيها فيش من المذر بورد، بتبقى طالعه عشان يعرف يخزن جوه البيانات. في بقى تقنيه جديده ظهرت اسمها اس اس دي ام دوت 2. ده يعتبر اسرع نوع تخزين موجود دلوقتي. ده بيكون شكله، ده بياخد يعني مثلا الاتش دي دي بيبقى ميكانيكي، بيبقى البيانات متخزنه جوه اسطوانه. الاس اس دي الساتا العادي بيبقى متخزن الحاجه جواه، برضه بتبقى متشفره وكانها كانها اكواد بالنسبه للمذر بورد اللي جواه. انما ده بقى بياخد يعني التاني، بدل ما بياخد بقى فيشه ووصله من المذر بورد وكده، لا على طول. ده في الكيسات الجديده بيبقى ليه مكان مخصوص جوه المذر بورد بتحطه فيه، بياخد من الوصلات اللي جايه للمذر بورد ويخزن، والمذر بورد تعرف تاخد البيانات اللي عايزاها بسرعه وتعرضها لك، بدل ما اخزنها جوه اس اس دي واخش اجيب البيانات اللي انا عايزها. هو انا لو خزنتها جوه اس اس دي سات عادي هخش اجيب البيانات اللي انا عايزاها لان انا عارفه مكانها. انما الاتش دي دي ده انا لسه بقى هقول له انا عايز ده. فالاتش دي دي الراس اللي هي اللي موجوده فوق دي اللي احنا كنا فاتحينها فين دي، شايفين بتاع البرتقاني ده؟ البتاع البرتقاني ده اول لما انت تيجي تدور على بيانات يقعد يلف 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 هنا على الاسطوانه دي علشان يجيب لك البيانات اللي انت عايزها. اول حاجه ده بيكون حل بطيء جدا. تاني حاجه ال 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 الاتش دي دي بيسخن، لان انت عمال بتلف حوالين نفسك عشان تجيب البيانات مش لاقي مكانها، فبيسخن بسرعه. فده اول حاجه هيزود درجه حراره الكيسه. وتاني حاجه لو سخن جامد ممكن اصلا يعطل وكل بياناتك اللي عليه تروح. ايه؟ مين كان بيتكلم؟ لو في سؤال قوله. لا، مفيش. تمام. ده لا، مش ده الجزء اللي بيدخل الاسطوانات. المكان اللي بتدخلي فيه الاسطوانات في الكيسه بيكون اسمه يوم. ده بيبقى مكان في الكيسه بتدخلي فيه الاسطوانه اسمه يوم. لا هي مش بتقول لك كده يا محمد، امال بيقول ايه؟ لك ده الجزء اللي بيشتغل الاسطوانة. ده الجزء اللي بيشغل الاسطوانة هي قصدها اسطوانه ايه؟ اللي هي بتاعت ال HDD. لو تقصد الاتش دي دي هي دي الاسطوانه. الاسطوانه دي بتبقى ثابته في مكانها حلو. بقى في هنا في البتاع البرتقاني دي في الصوره في بتاع برتقاني في سن صغير لونه فضي بيلف. يعني مثلا انا دلوقتي في ثانيه انا هجيب لكم فيديو ليه، ثانيه واحده. ايه؟ ثانيه، عايزين فيديو ليه. ثانيه اجيب لكم فيديو.
هو أنا عرفت كل حاجة بتعمل إيه بس بنسى الأسماء، فأنت ممكن تبقى تبعتها لنا. ماشي، ابعت لكم كل حاجه، بس هي اسماء هتبقى سهله مع التكرار عامه. يعني مثلا تعال نشوف ده. بص يا محمد، انت بقولها لهم برضو بالعربي عشان يعني تثبت في دماغهم. ما قلنا الرمات وحده التخزين العشوائيه الهاردوير تمام، ايه. يعني الهاردوير تمام، لكن اللي هو اس دي والحاجات دي مش ثابتة معايا. ما هي دي اس اس دي واتش دي دي اصلا دي اختصارات، فهي ملهاش ترجمه اه بالعربي. انما انا لو قلتها يعني ممكن اقول لك الاختصار كله. يعني اس اس دي دي معناها سوليد. ثانيه فين، اجيب لك الاختصار كله. اس دي فين اهو عندك الاس اس دي والاتش دي دي، دول اصلا اختصار لكلمه طويله. فانا ما قلتش كلمه اهي. عندك اس اس دي معناها سوليد ستيت درايفر، محرك الاقراص ذات الحاله الصلبه. انا ما قلتش يعني لو انت شايفه ان انت هتعرفي دي تحفظيها احسن اس اس دي تمام، انما انا قلت الاختصار السهل. اه تمام. بقول لك يا شادي، معلش، هو انت داخل انت واخواتك الثلاثه؟ ايوه ايوه جم. انتوا الاربعه موجودين في السيشن دلوقتي؟ اه ايوه ايوه. طيب تمام. مثلا تعالوا نشوف الفيديو ده هيورينا الفرق ما بين الاس اس دي والاتش دي دي. تمام. بصوا اللي على الشمال ده هو الاس اس دي. بصوا خلاص بيفتح اهو، والتاني لسه بيشغل الويندوز. شفتوا اني فتح الاول. اللي على الشمال ده هتلاقي التخزين بتاعه اس اس دي، انما اللي على اليمين ده هتلاقيه اتش دي دي، لانه بطيء. بيلف الاسطوانه عماله تلف بتدور على الويندوز، فين بيانات الويندوز عشان تفتحها. مع انهم هم جهاز واحد. مع نفس يعتبر نفس لاب، ممكن يكون نفس النوع ونفس كل حاجه، بس ده اسوس معمول التخزين بتاعه اس اس دي، واللي على اليمين ده اتش دي دي. ف اتش دي دي الاسطوانه عماله بتلف عشان تجيب بيانات الويندوز، عبال ما بتوصل لها بتاخد وقت، انما التاني فتح بسرعه. شفتوا ده فتح في قد ايه وده فتح قد ايه؟ هتلاقي الفرق ما بينهم 20 ثانيه ولا حاجه. طبعا دي تعتبر مشكله يعني. آه الوقت ده لو انت جيت مثلا تفتح برنامج واستنيت الوقت ده كله، ده هيعمل لك عطله. يعني مثلا، وكمان ده لو يعني مثلا لو حط ام 2 بدل الاس اس دي، ممكن الجهاز يفتح في ثانيتين. يعني اس اس دي فويس ثانيه. هجيب لكم الاتنين وهما بيفتحوا، هتلاقوا الام دوت 2 ما بياخدش 5 6 ثواني بيكون فتح. ثانية بس نوطي الصوت. فتح ولا؟ دلوقتي هو هيورينا الفرق. اللي على الشمال خالص ده ام دوت 2، اللي في النص ده اس اس دي الساتا العادي، وده الاتش دي دي اللي اسمه هو ايه؟ اللي بيبقى فيه جواه الاسطوانة. تمام. دلوقتي ده الام دوت 2، ده الساتا، ده الاتش دي دي.
بصوا فتح في قد ايه. الام دوت 2 فتح في 22 ثانيه، ده برضه يعتبر وقت كبير بس مش قوي بس كبير. عندنا الساتا العادي فتح في 23 ثانيه. عندنا الاتش دي دي قعد 31 ثانيه، ده بس عشان يفتح الويندوز، لسه بقى يفتح برامج ولسه عايز يفتح حاجات تانية. فاهمين الفرق ما بينهم؟ يعني مثلا انا عندي الام دوت 2 عندي في الجهاز يا دوبك بدوس 5 6 ثواني 7 ثواني بالكتير يكون فتح. برضه ده بيعتمد على مساحه الام دوت 2 وعلى نوعه وعلى الهيرتز بتاعه. تمام لحد هنا؟ اه تمام. ده خلصنا كده رقم 3 اللي هو التخزين، كارت الشاشه. في اكتر من شركه بتعمل كروت شاشه. عندنا مثلا شركه انفيديا، شركه اي ام دي، في شركه ام اس اي، في شركات كتير بتعمل كروت شاشه. دلوقتي قلنا كارت الشاشه برضه بيكون فيه ستورم بتاع اي جهاز بيوصل بالمذر بورد، لازم يكون فيه البنات دي عشان يقدر يتوصل بيها، وبيتثبت في المذر بورد وبياخد وصله من الباور سبلاي على طول عشان ياخد الواط اللي هو عايزه. ده بيبقى متوصل بس بالمذر بورد عشان يعرف يظبط لك البيانات اللي انت عايزها، انما الكهرباء بتاعته ما بياخدهاش من المذر بورد، بياخدها من الباور سبلاي على طول. تمام. ايه هي كروت الشاشة دي؟ ايه هي كروت الشاشه؟ حلو. كروت الشاشه دلوقتي انا مثلا فتحت صوره. الصوره دي لو انا مثلا اتصورتها فتحتها مثلا على جهاز فيه كارت شاشه حلو او كارت شاشه جديد، غير ما افتحها على جهاز ما فيهوش كارت شاشه بالكارت الشاشه الداخلي، انا هيبقى احسن اللي فيه كارت شاشه. ليه؟ لان كارت الشاشه اسمه جي بي يو. يعني ايه جي بي يو؟ جرافيك بروسيسنج يونت، وحده معالجه الرسوميات. ياخد الصوره اللي طالعه لك او ياخد الحاجه اللي ظاهره قدامك من الجهاز، يظبط الوانها ويظبط شكلها ويطلعها لك باحسن الوان وباحسن جرافيك. ثانيه لو عرفت اجيب لكم آه ثانيه واحده ان شاء الله بس عارف اجيبه لكم. لا أعرف أجيب لكم الفرق ولا لأ؟ مش لاقيها، بس المهم إن دلوقتي ثانية أفتح البايرون. دلوقتي كارت الشاشة ده، ثانية لازم أو كارت الشاشة ده، ثانية هعمل لكم زوم فيه. أهو ده هو اللي بياخد الصورة اللي طالعة لك على الشاشة عندك أو طالعة من الجهاز، يظبط ألوانها ويظبط شكلها ويخلي الجرافيك يعني مثلا لو أنت بتلعب لعبة مثلا، الجيمرز اللي بيلعبوا الألعاب على الكمبيوتر، ياخد الفيديو أو الصور اللي طالعة لك من الجهاز ويعالجها ويخليها أحسن ويديها لك، يعلي عندك الفريمات، يقلل الدروب، يخلي اللعبة ما تعلقش، يخلي الصورة اللي أنت شايفها صورة يعني صورة أحسن من لو هتفتحه بكارت شاشة داخلي أو من غير كارت شاشة زي ده. مش ده اللي هو الصورة دي، لأ، كارت شاشة عامة في كروت شاشة كتير قوي، مش ده، أنا بس بوريكم مثال ليه أو صورة ليه. تمام. تمام. كده احنا يعتبر خلصنا كل حاجة في الهاردوير. حد مش فاهم حاجة نعيدها تاني؟ يعني الهاردوير دي كلها الحاجات اللي ممكن نمسكها بس جوه الكمبيوتر. في بقى زي ما احنا قلنا ممكن يكون في منها جوه وبره، زي ده او ده. مثلا الماوس ده بيبقى مش جوه الكمبيوتر، اقدر امسكه. الكيبورد ده انا اقدر امسكه من بره، مش